يلا بينا نعمل احلى كشري مصري ممكن تاكليه على الاطلاق. اول حاجة هنسلق العدس نص سوا يعني 50%، ونحط عليه فصين توم وطبعا ملح وكمون. بجد هتفرق جدا في الطعم. عايزينه نص سوا بالظبط. وبعد كده هنسلق حمص الشام. الحمص ده هنكون مبيتينه قبليه في مية مغلية لتاني يوم، وبرضه هنحط فصين توم وملح وكمون، وهنسويه تسوية كاملة، ودي برضه هتفرق جدا في الطعم. وبعد كده هنحمر البصل، وقبل ما نحمروه على طول لازم نحط عليه نشا ونحطه في زيت مغلي، واول ما يتحط نوطي النار ونرش عليه ملح عشان يدبل كده معانا. ولما تطلعيه كده افركيه بايدك هيبقى معاكي بصي تحفة. وبعد كده هنحضر الرز، هنحط معلقتين سمنة وزيت، وبعد كده هنحمر الشعرية وهننزل بالعدس عشان هو كده كده هيكمل سواه مع الرز، وننزل بالرز ونحط الملح بتاعه والكمون، وننزل عليه بمكعب مرق. بجد الخطوة دي هتفرق فيه جدا، وهتخلي الرز في حتة تانية، وهيبقى مفلفل معاكي وزي الفل. بعد كده هنحضر صلصة الكشري. هنشوح توم ونحط عليها الصلصة، ونضرب طماطم في الخلاط ونحطها. نحط بقى البهارات ملح وكمون ورشة سكر طبعا ومكعب مرق وكزبرة، ونسيبوها تتسبك. بص الرز وجماله مفلفل وتحفة. بجد جربيه بالطريقة دي مش هتندمي. هنسلق المكرونة طبعا، وهنحط زيت وهنملح المكرونة كويس، ونحط اي نوع مكرونة، بس انا بفضل المكرونة اللي هي المعوجة، ونحط المكرونة الاسباجيتي، وبعد ما نصفيها بمية فترة هنشوحوها بحبة زيت. بجد المكرونة هتفضل لامعة جدا، وهتقعد معاكي لو قعدت يوم او اتنين، وهتدي طعم تحفة. جربي الطريقة دي. بصوا الجمال. ودي الصلصة طبعا. بصوا ده القوام المظبوط لصلصة الكشري. وفي الاخر هنحط توم ني، دي هتفرق في الطعم، والخل طبعا بعد ما ندفع الصلصة. دلوقتي هنحضر الدقة. هنشوح توم ونحط عليه هريسة او لو فلفل حامي نقطعه شرايح، ونحط معلقتين صلصة حلوين كده محترمين من صلصة الكشري، ونحط الشطة وبابريكا وكمون وطبعا كزبرة ومكعب مرق. وبعد كده هنزود مية مغلية عليها، واول ما تغلي هنحط تومة نية وهنطفي عليها. وبعد ما نطفي عليها نحط الخل بتاعنا طبعا زي ما تعودنا. ودي دقة باردة ولازم تبقى موجودة معانا، بتومة وكمون وملح وخل فقط لا غير. وبجد الدقة دي هتفرق جدا في طعم الكشري. بص الطبق احلى من كده مفيش. وبألف هنا، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.